ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يلا بقى في فيديو جديد من اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها جدا. عشان النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة وبانيه. بتهيألي الاكلة دي اكتر اكلة كل العرايس بتعتمدها، ومعظم المصريين بيعتمدوها خصوصا يوم الجمعة. انا بحب الاكلة دي جدا جدا جدا، ومن الاكلات يعني اللي انا ما بزهقش منها خالص. النهاردة هنعمل مكرونة سباكيتي ومعاها بانيه. يلا بقى نشوف انا عملت ايه. بصوا بقى، كل ما بشوف لونه كده وهو ذهبي كده يعني ياه، مش بقدر امنع نفسي خالص، بقى نفسي اعمله كل يوم. بصوا بقى، انا هنا كنت مطلعه طبق كده فيه بصل مفروم على الكبة ناعم خالص، وحطيت عليه فلفل اسمر وملح وكمون. ولو حابة تحطي 7 بهارات حطي، مش حابة خلاص مفيش مشكلة. هنا بقى كنت خلاص اصلا غسلت البانيه وكان متقطع وجاهز، وهبتدي بقى اتبله. بصوا بقى، هنا بقيت انزل بقطعة البانيه كده على البصل على طول، واحاول ان انا اتبلها واخلي البصل يبقى واصل لكل قطع البانيه اللي معايا. فبالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، خلاص كده كنت تبلت كل البانيه وخلاص. يعني بصوا، خليت كل البانيه، اتاكدت ان كل البانيه واصل له البصل بتاعه. بصوا بقى، انا بحب اشتغل بايدي اكتر من اني اكون لابسه جلافز يعني، فمعلش بقى اعذروني. فكده آم، قلبتهم كده مع بعض جامد. وهنا بقى كانت عندي المكرونه، قسمتها نصين بس مش بقطعها حتت صغيره، هما نصين بس كده. والميه كانت سخنه معايا هنا هي بتغلي. هبتدي انزل بالمكرونة على طول في الحلة، وبعد كده هضيف معلقة ملح وهضيف شوية زيت صغيرين جدا. اهو هبتدي كده واروح بقى ايه مقلبة المكرونة على طول في الحلة واغطيها وهسيبها على ما المكرونة تكون استوت. هكون انا عملت معاكم طبق سلطة جنب الاكل ده طبعا. يعني انا ممكن اكل البانيه كده من غير اي حاجة، مش مشكلة، بحبه جدا. فهنا كده خلاص. طبعا كنت مطلعة كيس صلصة من الفريزر، كنت مسبكة الصلصة دي معاكم قبل كده وجهزته وحطيته. طبعا الخس لازم يتساب كده يتنقع في مية بخل، علشان لو في اي رقات او اي حاجة نتخلص منها. وعملت طبق السلطة على ما المكرونة كانت استوت خلاص. وهنا كنت بوريكم شكل الصلصة بتاعتي. وجبت بقى كده الفيجيتار حطيته في طبق واسع شوية، وابتديت ان انا اخلي البانيه كله يبقى ايه يعني، يتغطى كده بالبقسماط بتاعي. بصوا هنا كنت جايبه ال الفيجيتار ده، هو كان بقسماط مطحون، كنت جايباه من عند الخطيب اللي هو بيكون في هايبر وان. بحب طعم البقسماط بتاعهم بيبقى جميل جدا. في منه حار وفي منه بارد، فانا دايما بعتمد الحار. فبصوا بقى هنا، هقول لكم بقى على تركية صغننة تخلي الفيجيتار بتاعك ده او البقسماط ما يتهدرش منك. ايه بقى؟ بصوا، انا بقيت اجيب قطعة البانيه من الطبق اللي كانت فيه بالشوكة وانزلها في الطبق على طول، واحاول اغطيها كده بالبقسماط بالشوكة كده، بحيث ان هي تكون متغطية من جميع الجهات. لما بتمسكي البانيه بايدك وتحطيه في الطبق بتخلي يعني زي ما يكون كده ايه البقسماط او الفيجيتار اما بيتبل كده بيعمل كده حبيبات معاكي طبعا. انا مش عارفه انتوا فاهمين قصدي ولا لا، بيعمل حبيبات كده، بيخليه يتحول زي ما يكون دقيق مبلول، بيعمل زي ما يكون عجينة كده، فبيهدر معاكي كمية كبيرة. ولو عملتي بيها بيكون طعم البانيه مش حلو خالص. فكده غطيت كل البانيه معايا، وهبتدي ارصه في صينية تانية كده، واكون كده جهزت كل البانيه. وانزل بقى عليه يعني احطه بقى في الزيت مرة واحدة. كده هيكون افضل من اني اعمل واحدة واحدة. انا يعني مشهورة بأكلة البانيه دي وصينية البطاطس في العيلة، يعني اي تجمعات لازم يطلبوا مني الأكلتين دول.
انا بصراحة بعملهم حلو، مش بشكر في نفسي والله، بس انا بحب اكلهم من ايدي جدا يعني. هنا بقى الزيت سخن معايا اهو، بصوا. وهبتدي انزل بقى بالبانيه. وعلشان ما يفكش منك في الزيت، ناس كتير قوي بتشتكي ان هو مثلا ممكن يفك منها والكفر ده يتشال. انتي اعمليه كده وتبليه، واعمليه بالبقسماط وسيبيه 5 دقايق او نص ساعة. هو الافضل نص ساعة في التلاجة. هتلاقيه بقى طعمه جميل جدا، ومش هيفك منك. وبصوا لونه طالع ذهبي ازاي، يعني مش محروق ولا حاجة.